مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. معكم نوال من قناة طبخ والخياطة مع نوال. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو آخر عن الخياطة وعن آخر الموديلات اللي كاينة دابا. بالنسبة لهاد الجلابة الأولى، هي كيف ما كتشوفوا، هذه جلابة كتبقى ديال الأعياد والمناسبات والحضور. هي في الفيغ كانار او الفيغ توركوا. هاد اللون راه هو اللي دابا دارج في الموضه ديال 2019. كما كتشوفوا هي مطروزه بالرباطي وطارزينها بلونها وبالصم الحر. ها هي طرزنا لها هنايا في الصدر هذا الربوعه، وطرزنا الاكمام. ها هما الاكمام ديالها كيف ما كتشوفوا، وفي الجليل التحتانيين ها هي. ودرناها بعين عقده بالسفيفه هابطه بالضفيرات، ما بغيناش نزيدو نتقلوها بالعقاد، اكتفينا غير بهاد الضفيرات باش ما تجيش تاني مشارجيه بزاف وتجي تاني ثقيله. ودرنا ليها كول بالقب. ها هويا واش كتلبس هكا في المناسبات، يعني كتجي جلابه مختلفه على ديك الجلابه العاديه. ودرنا لها بعض الاحجار ديال جفورسكي. ها همايا اللي كيعطيو الالوان، ما بغيناش نزيدو نشارجيوها بدوك الاحجار الكبيره، اكتفينا غير بهاد الحجيرات الصغار. ها همايا. نتمنى هاد الجلابه هادي تنال الاعجاب ديالكم. ودابا غنتقل بكم الجلابه الثانيه. هذه جلابه تاهي خدمناها بالصم كارتيي، هي راها بيج كريمي ودرنا ليها هاد الزواق المعلم. ها هو درنا عليه هنا في الهبطه في الوسط، والكميمات ها همايا تا هما فيهم الصفيفه كارتي وبالمرواجي بالسنينات الرقاق في القب وفي الاكمام. هذا الثوب هو مزوق. ها هويا فيه هنايا دوك الرشمات، ها هما راه قابلناهم هنايا كيف ما كتشوفوا. راه كاينين ثاني حتى في الوراء فيه هذا الموتيف، كاين غير في الجليل. اما الفوق فهي يا بقات سامبل. حنا ملي كاين داك السامبل هو اللي فين عمرنا الخدمه في داك الفوق باش ما يبقاش يبان لينا خاوي وسامبل. نتمنى هاد الجلابه البيج كريمي حتى هي راه ديال الاعياد وديال المناسبات والافراح، حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. وتا العرائس راه دابا كيلبسوا هاد لي موديل باش كتجي جلابه د العروسه مختلفه على الجلالب العاديين. بالنسبه لهاد الجلابه الاخرى الثالثه، هي جلابه هي في الغوج بوردو في الثوب ديال البروكار. ها هو زواقو منه اللون في اللون في هذا البروكار. ها هو خدمناه بالسفيفه، درناها غير نصاصيه بسفيفات جوج مطوبلين، دخلنا فيها البلون كاسي واللون ديالها وهاد الوريده. ها هي كما كتشوفوا اكتفينا بها غير في كوطي وحده في جنب واحد، وثاني السفيفه هي في الاكمام مضوبله وفي الفتيحه. اما هذه فهي واحد التكشيطه حتى هي اخر ما كاين في الاثواب. ها هي يا ديال المبره، ها هي الفولور دو سوا كيف ما شفتوا. ها هي خدمناها بالصم كارتيي ودرنا ليها هي بيضه، ودرنا لها القفطان في الاخضر الملكي. ها هو ودرنا ليها هاد الزمرد هنا نبتناها هنايا في النص الطوق وفي الاكمام كيف ما كتشوفوا. هما تا هما فيهم الزمرد وفيهم الصفيفه كارتي، والقفطان التحتاني ديالها ها هو هبطناه بعين عقده حتى لتحت. وهاد الفولور دو سوا او هاد المبره الحريريه فهي كتجي راقيه في اللبس وزوينه، وكاع العرائس دابا كيديروها، وكتجي شي حاجه بالنسبه للمناسبات والاعراس ديال هاد الصيف ثاني كتبقى خفيفه في لبستها ماشي ثقيله. نتمناها حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. فهذه التكشيطه هذه ديال العرائس، يعني صيبناها لواحد العروس، نتمناها حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. ها هي كما كتشوفوا هنا في السوق ضوبلناه، وعاد كاينه في الكول بحال
كيعطيو 3 ديال الكوال. ها هي ودرنا غير نص السوق بالعقاد، ما بغيناش نهبطوها كامله باش تاني يبان لينا القفطان التحتاني. نتمنى هاد التشكيله ديال هاد الجليلبات وهاد التكشيطه د المبره تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بلي لايك ديالكم، وشكرا.